عمرك حسيت إن الدنيا قفلت في وشك وفجأة ظهر نور صغير كده خلاك تكمل؟ ده اسمه أمل. تخيل معايا إنك ماشي في طريق ضلمة جدا ومش شايف نهايته، لكن في آخره فيه نور بسيط يمكن يكون ضعيف بس كفاية يخليك تمشي خطوة كمان. هو ده الأمل. الأمل مش إن الدنيا تبقى سهلة، الأمل إنك تصدق إن الصعب هيتغير. ربنا سبحانه وتعالى قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يعني مهما اشتدت عليك الدنيا الفرج جاي، مش احتمال، ده وعد. يعني حتى في أصعب الظروف في خير مستخبي. المشكلة إن كتير مننا بيستسلم بسرعة، أول ما يتعب أول ما يفشل يقول خلاص مفيش فايدة. بس الحقيقة إن مفيش نجاح من غير محاولات، ومفيش نور من غير ما تعدي في شوية ضلمة. والحكمة بتقول: الأمل هو الشيء الوحيد اللي أقوى من الخوف. طب نعمل إيه عشان نفضل متفائلين؟ أول حاجة، غير طريقة كلامك مع نفسك. بدل مش هينفع، مفيش فايدة، قول هجرب تاني، هحاول. تاني حاجة، افتكر إن كل يوم جديد فرصة، حتى لو امبارح كان وحش مفيش مشكلة. تالت حاجة، قرب من ربنا سبحانه وتعالى على قد ما تقدر، لأن الأمل الحقيقي بيجي لما تبقى واثق إن في حد شايفك وسامعك ومش هيسيبك. وأهم حاجة، ما تستناش الأمل يجي لوحده، اصنعه بنفسك حتى لو بحاجات صغيرة. وفي الآخر، الأمل مش مجرد إحساس، الأمل ده قرار إنك تكمل، إنك تحاول، إنك تصدق إن بكرة أحسن. فمهما الدنيا ضاقت، خلي جواك دايما نور صغير، لأنه ممكن يكون هو السبب إنك توصل.